اهلا بيكم، ازيكم؟ في الفيديو اللي فات عملنا مع بعض شات بوت بيسحب الداتا من على الويب سايت، اي ويب سايت، وتقدر تتكلم مباشرة مع الداتا اللي هو سحبها ديت اللي تخص الويب سايت. يعني تقدر تتكلم مع الويب سايت بشكل مباشر بدل ما تقعد تقرا تفاصيل من الويب سايت. لا، انت ممكن تجري حوار مع الويب سايت بشكل كامل من خلال الشات بوت. في الفيديو ده هنعمل شات بوت متوصل بالانترنت، تحديدا بجوجل سيرش، ويقدر يعمل سيرش بدلا عنك ويدور على افضل النتائج ويرجعها لك مرة تاني. خلينا نشوف ده ان اكشن. عيب الشات بوت ان لو سألته اي سؤال مش موجود عنده في الداتابيز مش هيقدر يرد عليا. يعني لو سألته عن اخر مستجدات حصلت حواليا وهو ما عندوش الابديت ليها مش هيقدر يخش على الانترنت عشان يدور عليها ويرد عليا. فخلينا اوريكم الكلام ده. يعني مثلا انا لو سألت هنا هوت وقلت له مسلسل ديبو، وده مسلسل لسه جديد، فرد عليا وقال لي عذرا لم اتمكن من العثور على معلومات حول مسلسل ديبو. طيب خلينا نسأله عن اسعار الذهب مثلا. فانا سالته اسعار الذهب اليوم، وخلينا نشوف هيرد علينا يقول لي ايه. قال لي ممكن تدور عليها باستخدام محرك بحث جوجل، انا مش هقدر اساعدك فيها. طب خلينا اساله مثلا عن اسعار البورصه. يعني مثلا لو سالته عن سعر سهم السي اي بي ورد عليا وقال لي باستخدام محرك بحث جوجل تقدر تاخد معلومات عن سهم السي اي بي. يعني هو برضو ما عندوش معلومات. طب هل الموضوع ده ليه حل؟ اه ليه حل. لو وصلناه بالانترنت وادينا له اكسس على جوجل سيرش او على السيرش انجن، يقدر ان هو يروح يدور على المعلومات ويرجع يرد عليا بدل ما انا اعمل سيرش على مواقع الانترنت. بل بسؤال واحد اخدت الاجابه اللي انا عايزها. خلينا نشوف ده مع بعض. خلينا مثلا نساله عن مسلسل جديد اسمه مسلسل ديبو ونشوف هيرد علينا يقول لنا ايه. ده مسلسل لسه نازل قريب ومش المفروض ان هو يكون متاح عنه معلومات. فرد عليا وقال لي مسلسل ديبو هو مسلسل مصري كوميدي تدور احداثه حول شخص يدعى ديبو يجد نفسه يعمل في فندق من خلال مكتب توظيف. والله انا شايف الرد مناسب. تكتشف فيما بعد ان عمل يتعلق بالحيوانات مما يؤدي الى تطورات غير متوقعه في قصته. يتمتع بشعبيه كبيره وحقق نجاحا كبيرا في موسم عرضه. واو، نتيجه ممتازه. لو جيت قلت له سعر الذهب اليوم ايه، خلينا نشوف هيرد عليا ويقول لي ايه. رد عليا وقال لي اسعار الذهب اليوم تتراوح في مصر، وعارف ان انا من مصر، ما بين 3400 3650 وقت تسجيل الحلقه للجرام حسب عيار الذهب. ممتاز جدا. طب ايه رايكم لو سالناه عن سهم السي اي بي النهارده عامل كام؟ خلينا نشوف رده هيكون ايه. رد عليا وقال لي قد ارتفع بنسبة 1% خلال ال 24 ساعة الماضية، ويمكنك متابعة أخبار وأداء السهم عبر المواقع ديت أو المصادر ديت. سعر السهم الحالي للبنك التجاري الدولي هو 81 جنيه سي اي بي، جنيه مصري. ممتاز. طيب علشان نعرف ازاي عملنا الشات بوت دوت، عملناه بكل بساطة من خلال نوتس بسيطة جدا زي ما انتم شايفين. كل اللي عملناه هو وصلنا شوية نوتس ببعض بدون استخدام اي كود. لو عايزين تعرفوا عملناه ازاي تابعوا الحلقة معايا، ويا ريت للي ما شافش الحلقات القديمة يرجع يشوفها الاول علشان خاطر يقدر يتابع معانا الحلقة. انا معاكم هاني جرجس ودي قناة اي اي بالعربي. مستعدين؟ يلا بينا. اولا احنا بنستخدم فلو وايز، واللي ما يعرفش فلو وايز هي عباره عن ابلكيشن بتشتغل في الخلفيه لانج تشين. هي عباره عن واجهه سهله وبسيطه بتديني الفرصه اني انا اوصل شويه نودز ببعض او اكواد ببعض وهي بتقوم بالباقي في الخلفيه. لو انت ما شفتش الحلقات اللي قبل كده وازاي الانستليشن بتاع فلو وايز، اتمنى ان انت ترجع تتفرج على البلاي ليست من اولها، من اول حلقه رقم 1، وهسيب لك اللينك للبلاي ليست في الديسكريبشن تحت. بعد ما عملنا انستليشن لفلو وايز المفروض ان هيطلع عندك كل ده فاضي. انا دي كلها اكسبيرمنتس او توتوريالز بعملها لليوتيوب او بدي كورسات فيها. فلو انت شايف ان ده كتير، لا دي هتفتح لك فاضيه تماما. اول حاجه هنعملها هو ان احنا هندوس اد نيو، واول حاجه دايما بنعملها زي ما اتعلمنا هو ان احنا بنسيف. فانا سميته انترنت براوزر شات بوت وهعمل له سيف، وبمجرد ما عملت له سيف هو دلوقتي جاهز معايا ان هو يشتغل. المره دي هنتعلم حاجه جديده. زي ما كنا دايما بنشتغل، كنا دايما بنشتغل بالتشينز، ودايما اتفقنا ان احنا عشان نبتدي اي كونفرزيشن مع اي شات بوت بنبتدي بحاجه من الاثنين، يا اما تشينز يا اما ايجنت. دايما كنا بنشتغل مع بعض بالتشينز، وكنا بنشتغل مع بعض تحديدا بالكونفرزيشنال تشين وكونفرزيشنال ريتريفل تشين في الحلقات اللي فاتت. فانا هسحب واحده بس عشان افرقكم الفرق ما بينها وما بين الايجنت. وانا اللي تهمني تحت في الايجنت هي الكونفرزيشنال ايجنت اللي شبه الكونفرزيشنال تشين بالظبط. ولو حطيتهم جنب بعض هلاقي ان المدخلات والمخرجات زي بعض تقريبا فيما عدا حاجة او اتنين. يعني مثلا الاتنين بياخدوا شات موديل والاتنين بياخدوا ميموري، ودي اهم الحاجات اللي هم بيطلبوها لان هي دي اللي عليها العلامة الحمراء. اما بالنسبة للكونفرزيشنال ايجنت فدي بتكون
فيها allowed tools، ودي فيها مجموعة ادوات ممكن ادخلها عشان خاطر استخدمها، زي مثلا في المثل دوت الجوجل سيرش او السيرش انجن اللي انا بستخدمه. انا دلوقتي مش عايز الكونفرزيشنال تشين، وهكتفي بالكونفرزيشنال ايجنت اللي هنشتغل بيها مع بعض، فهشيلها وهبتدي اديله المدخلات اللي هو محتاجها. اول حاجة بالنسبة له محتاجها مهمة، هبتدي من تحت لفوق. هو مش محتاج الانبوت مودريشن، مش اساسي يعني، بس هو محتاج الميموري، فانا هفتح علامة البلس وهنزل الميموري وهبتدي احط له البفر ميموري بتاعته. انا هنا اهوت حطيت له البفر ميموري وهوصلهم ببعض، وبعدين هحط له الشات موديل، فهفتح برضو علامة البلس وهلاقي الشات موديل هنا اهوت. طبعا تسهيلا ليكم انتوا ممكن تستخدموا اي شات موديل يعجبكم، انا عشان خاطر سهولة توتوريال يبقى سهل بالنسبه لكم هستخدم اوبن اي اي، لان هو دوت اللي احنا عملنا له سيت اب قبل كده في الحلقات القديمه. فبمجرد ما هتفتح الشات اوبن اي اي هيطلب منك مجموعه مدخلات، هي الكريدنشلز بتاعه الشات جي بي تي او الاوبن اي اي، فانا هدخلها له وهسيب كل حاجه زي ما هي، هغير بس التمبريتشر، وزي ما اتفقنا التمبريتشر هي دي الكرياتيفيتي بتاعته، بتبتدي من 0 لغايه 1. انا اخترت 0.5، وبعدين هبتدي اوصلها بالشات موديل، وبكده يبقى انا وصلت الشات موديل بالاوبن اي اي. فاضل allow tools. allow tools دي حاجه جديده هنتكلم عليها النهارده، هي مجموعه تولز. لو دخلت على علامه البلس ونزلت تحت للاخر هتلاقي في خانه اسمها تولز. ممكن استخدم مجموعه تولز كتيره قوي، ممكن استخدم كالكوليتر، والفرق ما بينها وما بين ان انا احسب حاجه من غير الكالكوليتر تول، هو زي ما تكون انت بالظبط اديتك معادله وقلت لك احسبها فحسبتها في دماغك. هو ده اللي بيعمله الشات موديل، بيحسبها مؤقتا، بس ممكن تطلع صح وممكن تطلع غلط، بس لو اديتك كالكوليتر اكيد هتطلع النتيجه صح. فانا ممكن احط له كالكوليتر مثلا وبعدين اوصله بيه، وفي الحاله دي انا لو سالته اي سؤال، يعني خلينا مثلا نساله اهوت ونقول له ايه مجموع 1+1. الأول هعمل سيف معلش، وبعدين هقول له 1+1 أو 1+2 بيساوي، ورد عليا وقال لي 3. وده اللي بيعمله الكالكوليتر. أنا مش محتاج الكالكوليتر، بس خليني أستخدمه مرة تاني. في الحالة دي خلينا برضو نسأله سؤال تاني، وخلينا نسأله عن مسلسل ديبو زي ما سألناه من شوية، وانا متوقع ان هو مش هيكون عنده النتيجة لان احنا لسه ما ادينوش اكسس على الانترنت، انا بس بوريكم ان هو لسه ما عندوش اي معلومات خالص، ورد عليا بالانجليزي. علشان نصلح الموضوع دوت كل اللي هنعمله هنخش في additional parameters وهنشيل كل البرومبت اللي هو كاتبه، وهنكتب له حاجة جديدة خالص. هقول له مثلا، انا قلت له استخدم الادوات المتاحه للرد على العميل، وقلت له جاوب دايما بالعربي، وهقول له سيف على كده، وبعدين هطلع من الشاشه دي وهقول له سيف. هو لغايه دلوقتي لسه ما عندوش اكسس على الانترنت، هو كل اللي عمله ان هو فهم بس ايه دوره، ومعاه التول الكالكوليتر. خلينا نخش على علامه البلس مره تاني وننزل التولز، هنلاقي في مجموعه تولز كتيره هنتطرق ليها واحده ورا واحده في التوتوريالز اللي جايه، بس عشان ما اخدش من وقتكم ومن وقت الحلقه كتير. في هنا هوت عندكم ويب براوزر فيقدر يبراوز الانترنت، بس انا بفضل حاجه تانية، هو جوجل كاستوم سيرش، فانا ممكن اديله سيرش من خلال جوجل، بس جوجل شويه في تفاصيل كتير. ففي اول حلقه انا هبتدي معاكم ببريف سيرش اي بي اي، وكل اللي هعمله ان انا هاخده وهسحبه وهحطه معايا، وبعدين هوصله بالتولز. لو لاحظتوا هتلاقوا التولز ينفع ان انا اوصل اكتر من تول بكونفرزيشنال ايجنت، ودي جمال الايجنت ان انا ممكن اوصل لها اكتر من تول وبتقبل معايا. فانا ممكن اوصل لها 10 تول وتستخدم المناسب ليها على حسب سؤال كل عميل. طيب دلوقتي عشان اعمل سيت اب للبريف سيرش اي بي اي، كل اللي هعمله ان انا هقول له create new، وبعدين هسميه بريف اي بي اي، بريف اي بي اي، وبعدين هيتطلب مني ال API key. هنفتح بريف سيرش API وهنخش على اول نتيجة، ومن هنا هتعمل ساين اب او لوج ان على حسب انت دي اول زيارة ليك ولا لا. فانا هعمل لوج ان بحسابي، وبعدين بعد ما يدخلني كل اللي يهمني حاجه اسمها API keys، هتنزل هنا اهوت وهتاخد كوبي من ال API key. لو ما عندكش API key موجوده هتقول له add new API key وهتديها اسم وهيدي لك API key. انا هاخدها معايا كوبي دلوقتي واحطها هنا اهوت بيست وهقول له add، وكده اديته اكسس للسيرش انجن بتاع بريف. هقول له سيف، وتعالوا نساله بقى نفس السؤال اللي احنا سالناه له قبل كده عن مسلسل ديبو،
وتعالوا نشوف هيرد علينا يقول لنا ايه. بس خلينا تو كلير الاول دوت، وبعدين نساله عن مسلسل ديبو ونشوف الرد بتاعه. المره دي رد عليا وقال لي مسلسل ديبو هو مسلسل الفنان ياسر جلال، يتجاوز من 8 حلقات ويعرض على المنصة الإلكترونية كذا 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 الواتشت. طبعا أنا مش متأكد إن هو للفنان ياسر جلال ولا لأ، بس اللي أنا متأكد منه هو إن هو مسلسل جديد ولسه بيعرض لأول مرة. وبكده أكون اديته أكسس للإنترنت. أنا ممكن أسأله أسئلة تانية مختلفة، زي مثلا أقول له سعر الذهب اليوم. ده ببساطة إزاي تديله أكسس على السيرش انجن للشات بوت بتاعك. و اتمنى تكون الحلقة عجبتكم واستمتعتوا بيها. ولو عندكم اي اسئلة هسيب لكم الميل بتاعي تحت في الديسكريبشن مع مجموعة الحلقات القديمة عشان تتابعوها. اتمنى اشوفكم في بقية الحلقات، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. كان معاكم هاني، ودي قناة AI بالعربي. مع السلامة.